شهدت الأروقة القانونية بفرنسا تحولاً استراتيجياً جديداً أعاد تسليط الأضواء على أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وتفاصيل مسيرته الاحترافية، حيث أيدت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فرساي قراراً حاسماً يقضي بإحالة ملف نجم المنتخب المغربي ولاعب فريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية المختصة. هذا الإجراء يأتي في سياق المتابعة المستمرة للقضية التي بدأت تفاصيلها منذ عام 2023، مما يضع الملف أمام مرحلة جديدة كلياً من الحسم القانوني والمؤسساتي. بحسب التفاصيل الرسمية التي أوردتها هيئة دفاع الطرف الآخر، فقد رفضت الجهات القضائية الطعن المقدم من الفريق القانوني للاعب المنتخب الوطني المغربي ونادي باريس سان جيرمان. واعتبرت الهيئة القضائية أن مستندات الملف الحالي تتضمن عناصر كافية لعرض القضية على هيئة الحكم للفصل النهائي فيها. وفي هذا السياق أكدت المحامية المكلفة بالملف في بيان صحفي أن هذا التوجه ينسجم تماماً مع التقارير السابقة للنيابة العامة وقاضية التحقيق. من جانبه، واصل النجم المغربي تمسكه التام بالبراءة طوال فترة التحقيقات المستمرة. وعقب صدور هذا القرار الأخير، كسر صمته الطويل عبر تدوينة رسمية نشرها على منصة إكس، معبراً عن رغبته الكاملة في الوصول إلى هذه المرحلة القضائية لتقديم روايته الكاملة. وأوضح في رسالته الموجهة للرأي العام أن سنوات التحفظ السابقة كانت احتراماً تاماً لسير العدالة، مؤكداً ثقته في المؤسسات القانونية لإظهار الحقائق وتفنيد الادعاءات. الأمر الأكثر أهمية والذي يترقبه خبراء القانون والمال في القطاع الرياضي هو التأثير المباشر لهذه التطورات على العقود الاستثمارية والقيمة السوقية خلال الفترة المقبلة. ورغم هذا التحول الإجرائي، فإن القوانين الدولية تؤكد بوضوح أن قرينة البراءة تظل قائمة وثابتة بقوة القانون لجميع الأطراف إلى حين صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة، وهو ما سنتابعه معكم أولاً بأول فور صدور أي تفاصيل رسمية جديدة. نشكركم على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء.